في رمضان الريتم متاع النوم يتبدل وهذا يأثر على شعرك. خليني نقول لك كيفاش. تساقط الشعر ما يصيرش ديريكتومون من قلة النوم، أما من الستريس اللي يصير على بدنك من قلة سوايع النوم et surtout le sommeil profond. على خاطر البدن يفرز كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول المعروف هرمون ستريس، وكي تبدأ نسبة الكورتيزول عالية في البدن هذا يبعث دي سيني للبصيلات باش يدخلوا في مرحلة مبكرة من الراحة، ونعبروا عليه بالفليفيوم تيلوجين، وهذا ما يتسبب في توقف نمو البصيلات وتساقط الشعر وينجم يضاعف الدورة الدموية في الرأس. وفما حاجة أخرى مهمة اللي مشكلة قلة النوم في رمضان ما تشوفهاش تو، والشوت اللي متسبب فيها الكورتيزول تظهر 2 ولا 3 شهور بعد رمضان. دونك لازمك ترد بالك على صحتك وتعتني بصحة شعرك باش ما تخسروش من بعض. ونصيحتي ليكم حاولوا ترقدوا 6 إلى 7 سوايع نوم متواصل في الليل، وإذا كان تعرفوا كو سي با بوسيبل ولا سي با إيفيدون في رمضان على الأقل حاولوا تاخذوا قيلولة في وسط النهار واشربوا أو موان 2 لتر دو بين شقل الفطر والسحور باش تنقصوا من ضغط الكورتيزول. وانتوما قبل ما تشوفوا الفيديو هذا كنتوش تعرفوا اللي السهرية وقلة النوم ينجم يضر بشعركم؟ وكان عندكم دي سوليسيون اخرين بارتاجيوهم معنا في لي كومنتير.